مرحبا، رح نحضر مع بعض وصفة الإزحة. بدنا المكونات التالية: كوب ونص من الطحين، نص كوب سكر ناعم، نص كوب زيت زيتون، نص معلقة كبيرة خميرة، نص كوب سميد ناعم، و3/4 كوب من سائل الإزحة، لوز للزينة. هلأ أول إشي رح نخلط المكونات الجافة مع بعض اللي هي الطحين، السميد، السكر الناعم، الخميرة، نخلطهم منيح. هلأ بعد ما خلطنا المكونات الجافة كلها مع بعض رح نضيف زيت الزيتون، نحرك. هلأ بعد ما خلطنا زيت الزيتون منيح رح نضيف الإزحة. هلأ بعد ما أضفنا الإزحة بلشنا نعجنها منيح. بس يتجانسوا كل المكونات مع بعض رح نتركهم لمدة ساعة حتى السميد يفتح. هلأ بعد ما تركنا العجينة ترتاح أو خليط الإزحة يرتاح لمدة ساعة، حضرنا هون الصينية اللي بدنا نحط فيها الإزحة بالفرن، ندهنها بشوية زيت، وهلأ رح نصب فوقها الخليط. لاحظوا إنها ما بتكون سائلة كتير. هلأ بعد ما سكبنا الإزحة بالصينية رح نمدها عشان تكون متساوية بكل الأطراف. هلأ بعد ما سكبناها بالصحن زيناها باللوز، رح ندخلها على فرن حرارته 180 درجة من 15 ل20 دقيقة بتكون استوت. هلأ بعد ما استوت عنا الإزحة قطعناها لمربعات، تقدروا تقطعوها أي شكل انتو بتفضلوه، ورح نضيف فوقها القطر. هي سخنة والقطر سخن كمان، لازم يكونوا التنين سخنين. هلأ بنتركها لمدة ربع ساعة بين ما يتشرب القطر، وهيك بتصير جاهزة. صحتين وعافية. ما تنسوا تعملوا لنا لايك، سبسكرايب وشير.